أهلا بيكم في رسائل المنام. النهاردة معانا حلم جديد جالنا على لينك صراحة رسائل المنام. خلينا نبدأ ونسمع الحلم. بحلم بحرامي دايما عايز يخوفني، بيبقى موجود على سطح بيتنا القديم ودايما عايز يدخل البيت وأنا بمنعه. طيب تعالوا دلوقتي نشوف الرموز الموجودة في الحلم وإيه تفسير الحلم. الحلم اللي بتشوفه متكرر وفيه حرامي بيحاول يدخل بيتك القديم وإنت بتمنعه ليه دلالات مهمة، وكونه بيتكرر ده معناه إن في رسالة نفسية واضحة محتاج تفهمها. أولاً، الحرامي في الأحلام غالباً مش شخص حقيقي، لكنه بيرمز لخوف من حد يتدخل في حياتك، قلق من فقدان حاجة مهمة، أمان، فلوس، علاقة، أو حتى أفكار سلبية أو ضغط نفسي بيحاول يقتحمك. ثانياً، وجوده على السطح معناه الخطر مش مباشر لسه، لكنه قريب أو مراقبك. ممكن يكون في حاجة شغلة بالك طول الوقت ومش بتسيبك. ثالثاً، البيت القديم ده أهم رمز في الحلم. البيت القديم بيرمز للماضي، ذكريات، مواقف قديمة، أو مرحلة في حياتك لسه مأثرة عليك. ممكن يكون في إحساس إنك لسه مرتبط بحاجة قديمة أو مش مرتاح لها. رابعاً، إنك بتمنعه دي نقطة إيجابية جداً، معناها إنك قوي وواعي، بتحاول تحمي نفسك أو حدودك حتى لو في قلق أنت مش مستسلم له. رسالة حلمك بتقول إن في حاجة، شخص، فكرة أو خوف بتحاول تدخل حياتك أو تأثر عليك، غالباً مرتبطة بالماضي، وإنت في الحقيقة بتحاول تمنعها وتحافظ على نفسك. ليه الحلم بيتكرر؟ لأن الموضوع لسه مش متحل بشكل كامل، أو لسه جواك قلق مستمر، أو في موقف متكرر في حياتك بيشبه نفس الإحساس. والله أعلم. لو الحلم قريب من اللي اتقال في التفسير ده، اكتب لي في الكومنتات تحت الفيديو، واللي عنده حلم محيره أو متكرر يشاركه برضه في الكومنتات بالتفصيل. يمكن تفسير صغير يبدل إحساسك ويطمنك. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتستنوا تفسير حلم جديد من رسائل المنام.